الاقتصادية التقنية الطيبة بل بوصف إطار معاصر لفهم العلاقة بين الثقافة والإبداع وأنماط العيش في العصر الرقمي. تطرق هذه المحاضرة من فكرة أساسية تفادها أن الإبداع لم يكن يوما أمرا طارئا على حياة الإنسان، بل شكل عبر التاريخ جزءا أصيلا من سلوك العيش والتعبير. الحرفي والمغني والراوي والطائي والمصمم مارسوا جميعا أشكال من العمل القائم على الأفكار والخيال والتجربة الثقافية. غير أن ما نشهده اليوم من تحول في السياق لا في جوهر الإبداع ذاته، حيث عادت التحولات الرقمية تنظيم هذه الممارسات ووسعت نطاقها وغيرت شروط حضورها واستدامتها. من هنا يبرز سؤال ثقافي مركزي تسعى هذه المحاضرة إلى مقاربته: كيف تحولت الثقافة من مجال رمزي أو جمالي محض إلى فضاء حي للإنتاج والتواصل وبناء القيمة؟ كيف أصبح الإبداع عنصرا فاعلا في الحياة اليومية لا نشاطا هامشيا أو نخبويا؟ في مجال الفنون يمكننا أن نلحظ تحولات عميقة في علاقة الفنان بجمهوره، فلم يعد الإبداع الفني محصورا في فضاءات عرض تقليدية في جمهور محلي محدود، بل بات قادرا على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوع وبناء علاقة مباشرة تقوم على المشاركة والتفاعل، بحيث تغدو التجربة الفنية نفسها مصدرا للمعنى والقيمة. أما التصميم فيمثل مجالا تتقاطع فيه وظيفة الجمال والهوية بالابتكار، إذ يتيح للمصمم تحويل الذوق والثقافة البصرية إلى لغة معاصرة تعبر عن الذات والمجتمع، وفي الوقت نفسه تفتح آفاقا للعمل الإبداعي والاستمرارية المهنية دون انفصال عن السياق الثقافي والذي تنتمي إليه. وفي الطعام والتراث الغذائي تتجسد الثقافة في أكثر صورها اتصالا بالحياة اليومية، فالوصفات التقليدية والتوسطات والممارسات الغذائية لا تعبر فقط عن حاجة بيولوجية، بل تحمل في طياتها الذاكرة والهوية والمعنى، وتتحول إلى تجارب ثقافية قابلة للمشاركة والتجديد تجمع بين العيش اليومي والتعبير الرمزي. ويمتد هذا الفهم ليشمل التراث المادي وغير المادي من حرف وحكايات وطقوس اجتماعية تعاد قراءتها وتقديمها بوصفها عناصر حية في الحاضر لا مجرد بقايا من الماضي، بما يمنحها قدرة على الاستمرار والتأثير في الوعي الجمعي. كما تتناول هذه المحاضرة المحتوى الرقمي بوصفه مجالا جديدا للتعبير الثقافي، حيث يستخدم الشباب الوسائط الرقمية للصورة والصوت والكلمة لبناء مساحات التواصل والسرد والمشاركة في إطار يربط الإبداع بالخبرة الإنسانية المعاصرة ويعيد تشكيل علاقة الفرد بذاته وبالآخرين. وتظهر هذه النماذج مجتمعة أن الاقتصاد البرتقالي ليس اقتصاد أرقام أو مؤشرات، بل اقتصاد يقوم على الإنسان وعلى التجربة وعلى العلاقة بين المبدع والمتلقي وعلى السرد والهوية والمعنى، وبذلك يفتح أفقا جديدا للتفكير في الثقافة لا بوصفها ترفا أو هامشيا أو هامشا، بل بوصفها فعلا حيا في قلب المجتمع. تخلص هذه المحاضرة إلى أن الاقتصاد البرتقالي يتيح إمكان الجمع بين الجمال والعمل وبين التعبير والعيش وبين الثقافة والحياة المعاصرة بوصف أحد المسارات الإنسانية لفهم الإبداع في زمن التحولات الرقمية. لم يعد الاقتصاد في عالم اليوم محصورا في الزراعة والصناعة والتجارة التقليدية ولا في الموارد الطبيعية وحدها مثل النفط والذهب، وقد شهدت البشرية خلال العقود الأخيرة تحولا عميقا في مفهوم القيمة الاقتصادية نفسها، حيث أصبحت المعرفة والإبداع والثقافة والهوية عناصر منتجة للقيمة وقادرة على خلق الدخل فرص العمل والنمو. وفي السنوات الأخيرة اتجهت المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية إلى اعتماد لغة لونية لوصف أنماط اقتصادية مختلفة في محاولة تبسيط المفاهيم المعقدة وربطها بمجالات الحياة والموارد الأساسية. وأصبحنا نسمع عن الاقتصاد الأزرق بلو ايكونومي
المرتبط بالبحار والمحيطات والموارد الساحلية، والاقتصاد الأخضر الذي يركز على الزراعة والاستدامة والموارد الطبيعية المرتبطة بها، والاقتصاد الأبيض المتصل بالأنظمة الصحية والصناعات الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب الاقتصاد الأسود الذي يشير إلى الاقتصاد الموازي وغير الرسمي. وفي هذا السياق يبرز الاقتصاد البرتغالي بوصفه التعبير الأحدث عن اقتصاد يقوم على الإبداع والثقافة والمعرفة، حيث تتحول الفنون والتراث والمحتوى الثقافي إلى مصادر للقيمة والعمل والدخل ضمن تحولات أوسع يشهدها الاقتصاد العالمي في العصر الرقمي. وفي هذا السياق يبرز مفهوم الاقتصاد البرتغالي بوصفه أحد أكثر المفاهيم حداثة وارتباطا بتحولات العصر الرقمي، وبوصفه مسارا اقتصاديا واعدا للدول التي تعاني من هشاشة البنية الإنتاجية والتقليدية، ومنها السودان في مرحلته الراهنة بعد حرب مدمرة. إعادة طرح سؤال: كيف نعيد الإعمار وبأي أدوات ولصالح من؟ نشأة الاقتصاد البرتغالي نشأ مفهوم الاقتصاد البرتغالي في بداية الألفية السادسة، وبدأ انتشاره العالمي بعد نشر تقرير دولي عام 2013 بعنوان الاقتصاد البرتغالي فرصة لا تعوض، والذي أسهم في ترسيخ الصناعات الإبداعية والثقافية بوصفها قطاعا اقتصاديا قائما بذاته لا مجرد أنشطة ثقافية هامشية. وسمي هذا النمط الاقتصادي البرتغالي لأن اللون البرتغالي يرمز عالميا إلى الإبداع والثقافة والفنون والطاقة والشباب، ويركز هذا الاقتصاد على الصناعات الإبداعية والثقافية التي يكون جوهرها الفكرة والموهبة والتعبير الرمزي، وتشمل مجالات متعددة مثل الفنون البصرية والمسرحية والأدب والنشر والسينما والموسيقى وتصميم الأزياء والجرافيك والهندسة المعمارية، إضافة إلى البرمجيات والألعاب الإلكترونية والإعلانات وصناعة المحتوى الرقمي. ويأتي الاقتصاد البرتغالي ضمن مسار أوسع من تطور المفاهيم الاقتصادية الحديثة، حيث ظهرت مسميات متعددة للتمييز أنماط الاقتصاد بحسب طبيعة النشاط ودور التنمية. فمنها الاقتصاد الأخضر المرتبط بالاستدامة البيئية، والاقتصاد الأزرق المعني بالموارد البحرية والمائية، والاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا والمنصات، والاقتصاد الأصفر الذي يركز على العلوم والابتكار والبحث العلمي، مقابل الاقتصاد الأسود الذي يشير الى الاقتصاد غير الرسمي او الاقتصاد المنظم. ولا تعبر هذه التسميات عن تنوع لغوي فحسب، بل تعكس تحولات عميقه في فهم التنميه الاقتصاديه، تسلط الضوء على قطاعات متخصصه بوصفها محركات محتمله للنمو وخلق فرص العمل. وفي هذا الاطار تكتسب مناقشه الاقتصاد البرتغالي اهميه خاصه في الحاله السودانيه، لما يوفره من امكانات تنمويه مرنه ومنخفضه التكلفه وقابله للتكيف مع التحول الرقمي ومتطلبات مرحله ما بعد الحرب. في ضوء هذا التحول في مفهوم القيمه الاقتصاديه يبرز سؤال مركزي: لماذا الاقتصاد البرتغالي بوصفه مسارا مناسبا لهذه المرحله بالذات وليس مجرد خيال ثقافي او قطاع عابر؟ الاقتصاد البرتغالي تنبع أهمية الاقتصاد البرتغالي من كونه يعيد تعريف مصادر القيمة الاقتصادية في عالم يشهد تراجعا في قدرة القطاعات التقليدية على توليد النمو والتشغيل، لا سيما في الدول الخالية من النزاعات والتي تعاني من هشاشة البنية الإنتاجية، وهي يقوم على تحويل الإبداع والمعرفة الثقافية والهوية إلى أصول اقتصادية، بما يجعل الفكرة والموهبة والتعبير الرمزي عناصر إنتاج حقيقية لا أنشطة هامشية خارج الاقتصاد. ويمتاز الاقتصاد البرتغالي بكونه مسار تعافي منخفض التكلفة منخفض الكلفة وسريع الأثر، لا يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة أو بنية تحتية ثقيلة في مراحل الأولى، بل يعتمد على موارد بشرية متاحة حتى في ظروف الأزمات، مثل المهارات الفردية والمعرفة المتوارثة ورأس المال الاجتماعي، وهذا ما يجعله مناسبا على نحو خاص لمرحلة التعافي المبكر بعد الحرب، حيث تكون قدرة الدولة والقطاع الخاص على الاستثمار محدودة. كما
كما يرتبط هذا الاقتصاد ارتباطا وثيقا بالشباب والتحول الرقمي، سواء من حيث انماط الانتاج وقنوات التوزيع والوصول الى الاسواق. فالرقمنه تتيح للمبدعين تجاوز القيود الجغرافيه والمؤسسيه والوصول المباشر الى الجمهور والاسواق الاقليميه والعالميه، بما يفتح مسارات تشغيل مرنه ويعزز فرص العمل الحر ورياده الاعمال الابداعيه. يعني اصلا الاقتصاد البرتغالي هو فكره، يعني هذا محتاج اكثر من المبدع عنده قلم، عنده ريشه، عنده هذا عنده راس مال. هذا تحت تمويل. نحن مملين جدا في كلامنا، حينما نجي للاقتصاد البرتغالي بنكون مريضين، نتكلم عن المتاح من فضلا عن ابعاده الاقتصاديه. يكتسب الاقتصاد البرتغالي اهميه اجتماعيه ورمزيه لكونه يسهم في اعاده بناء الهويه والتماسك الاجتماعي عبر تسميم الثقافه والتراث والتنوع بوصفها موارد مشتركه. وبهذا المعنى لا ينظر الى الاقتصاد البرتغالي بوصف بديل للاقتصاد التقليدي، بل رافعه مكمله له تجمع بين التعافي الاقتصادي والتشغيل وبناء المعنى في آن واحد. وفي الحاله السودانيه تتقاطع الحاجه الى مسارات تعافي منخفضه الكلفه وواقع ديموغرافي شعبي ورصيد ثقافي متنوع وشتات واسع، ما يجعل الاقتصاد البرتغالي خيارا عمليا وقابل للتطبيق لا طرحا نظريا مجردا. الاطار الاقتصادي والحيوي والجدوى التنمويه للاقتصاد البرتغالي. عند الاقتصاد البرتغالي احد التعبيرات المعاصره عن الاقتصاد الابداعي يمكن فهمه ايضا وصف اطارا اقتصاديا يقوم على مبادئ اساسيه يشكل مرتكز اتخاذ القرار بالانشطه الاقتصاديه من بينها الندره والعرض والطلب والتكاليف والعوائد والحوافز، غير ان خصوصيته تكمن في تطبيق هذه المفاهيم على مجالات غير تقليديه قوامها الابداع الثقافي والمعرفي بدلا من الموارد الماديه وحدها. وينسجم هذا الاطار مع طبيعه الاقتصاد البرتغالي الذي يقوم على تبني الافكار الابداعيه في مجالات الثقافه والفنون والتصميم والمحتوى الرقمي والابتكار، والعمل على تحويلها من قيم رمزيه او تعبيريه الى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصاديه وقابله للتداول. ويسهم هذا التحول في دعم انماط اكثر تنوعا واستدامه من حيث فرص عمل جديده وتعزيز القدره التنافسيه ورفع القيمه المضافه للصادرات، لا سيما في القطاعات القائمه على المعرفه والمهارات بدلا من الاعتماد الحاجه على الموارد الطبيعيه التقليديه، كما يتيح هذا الاقتصاد مساحات واسعه للشراكات بين القطاع العام والخاص، بما يدعم تبادل الخبرات وتوطين المعرفه والاستفاده من التجارب الاقليميه والعالميه. وعلى المستوى العالمي تشير التقديرات الحديثه الى ان الصناعات الثقافيه والابداعيه مرشحه لتتجاوز تريليوني دولار امريكي من حيث القيمه الاقتصاديه خلال السنوات المقبله، مع قدرتها على توفير عشرات الملايين من فرص العمل. اما في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا فتظهر اشارات تناميه ملحوظه في هذا القطاع، بما يؤكد موقع الاقتصاد البرتغالي كرافعه تنمويه واعده في الاقتصاديات الناشئه والهشه. الناس اللي ما بيحبوا الارقام دائما بيتكلموا. انا اول مره مشيت ايطاليا اسمع الناس في اعلانات في التلفزيون اي حاجه يقول لك مليوني، كده انا موظف في بنك يعني مليون اصلا ما كنت عديت، يعني بس عملت 11 مليون في الوقت ده. فلقيت انه الناس بيعملوا طبعا الانهيار اللي حصل بعد دخل العمله وصلنا انه احنا نتكلم هسه نتكلم عن تريليون. التريليون هو 1000 مليون. الأثر الاقتصادي الاجتماعي للصناعات الثقافية والإبداعية. تظهر البيانات الدولية أن الصناعات الثقافية والإبداعية لم تعد هامشا اقتصاديا، بل أصبحت قطاعا فاعلا في الاقتصاد العالمي المعاصر. استشير تقديرات منظمات دولية منها تقارير أممية إلى أن هذه الصناعات تسهم بنحو 3.1% من الناتج الإجمالي العالمي، وتوفر ما يقارب
6.2% من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم، ما يعكس قدرتها العالية على توليد الدخل والتشغيل مقارنة بقطاعات تقليدية كثيفة رأس المال. بدون رأسمال بشكل الأرقام المهولة دي يعني 3.1 من جملة الإنتاج المحلي العالمي. بعدين حنوصل للأرقام اللي نتكلم عنها برضه، ولا يقتصر أثر الاقتصاد البرتغالي على المؤشرات الاقتصادية الكلية كأخصائي وسعر الصرف ولا بل يمتد إلى أبعاد اجتماعية وتنموية أوسع، حيث يسهم فرص عمل مرنة لا سيما للشباب والنساء، ويعزز الشمول الاجتماعي عبر دمج فئات تعمل تقليديا خارج الاقتصاد الرسمي. كما يطلع هذا الاقتصاد بدور متزايد في تمكين المرأة نظرا لاعتماده على المهارات الإبداعية والعمل الحر والأنشطة المنزلية والمنصات الرقمية. وتبرز كذلك مساهمة الاقتصاد البرتغالي في تحسين التعليم عبر ربط المعرفة بالإبداع والتجربة العملية، وفي تعزيز الاستدامة الحضرية من خلال إحياء المدن والأسواق والأحياء التاريخية بوصفها فضاءات إنتاج ثقافي واقتصادي، كما يسهم في تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي من خلال الثقافة والفنون بوصفها أدوات للتواصل والحوار وإعادة بناء الثقة في المجتمعات الخالية من النزاعات. وبهذا المعنى ينظر إلى الاقتصاد البرتغالي بوصفه مفهوما اقتصاديا متطورا قائما على توظيف الأصول الإبداعية والمعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لا مجرد قطاع ثقافي أو فني معزول. وهو ما يفسر تزايد اهتمام الدول والمؤسسات الدولية باعتباره أحد مسارات التنمية الشاملة في القرن ال21. تطور مفهوم الاقتصاد البرتغالي وتحولاته. مر الاقتصاد البرتغالي الإنساني بعدة مراحل تاريخية كبرى، فقد بدأ باقتصاد زراعي كانت فيه الأرض والعمل اليدوي هما المصدر الأساسي للقيمة، ثم انتقل إلى الاقتصاد الصناعي مع الثورة الصناعية، حسب أصبحت الآلة والإنتاج الكمي مركز النشاط الاقتصادي. لاحقا توسع الاقتصاد الخدمي ليشمل التجارة والنقل والسياحة والتعليم والصحة والخدمات المالية. ومع نهاية القرن العشرين ظهر الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على التعليم والبحث العلمي والابتكار. قبل أن يتعزز ذلك ظهور الاقتصاد الرقمي القائم على الإنترنت والبيانات والمنصات الرقمية. ومن داخل هذه التحولات نشأ الاقتصاد البرتغالي بوصفه امتدادا طبيعيا للاقتصاد المعرفي، لكنه يركز تحديدا على تحويل الإبداع والثقافة والفن والفكري إلى قيمة اقتصادية قابلة للتداول. والتعبير الثقافي والإبداع الفني والهوية الجماعية بوصفها موارد اقتصادية منتجة للقيمة. بهذا الإطار لا تختزل عناصر الإنتاج في الأرض أو رأس المال أو العمل التقليدي، بل تمتد لتشمل الخيال والرمز والسرد والذوق والمعرفة الثقافية المتراكمة داخل المجتمع. ويشمل الاقتصاد البرتغالي طيفا واسعا من الأنشطة التي يكون جوهرها الإبداع مثل الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والسينما والتصميم والخزف والحرب وصناعة المحتوى الرقمي والإعلام الثقافي والأزياء وفنون الطهي وغيرها من المجالات التي تتحول فيها الثقافة من مجال استهلاك رمزي إلى قطاع إنتاج اقتصادي. ولا تنفصل هذه التسمية عن دلالاتها الرمزية، فاللون البرتغالي يستخدم عالميا للدلالة على الإبداع والطاقة والحيوية والابتكار والشباب. يعكس هذا الاختيار وعيا بأن الاقتصاد البرتغالي يرتبط ديناميكيا بالفئات الشابة وبأنماط عمل مرنة وبمساحات جديدة للإنتاج خارج الأطر الصناعية التقليدية. والمعنى الجوهري لهذا المفهوم أن الإبداع لم يعد نشاطا هامشيا أو ترفا ثقافيا يمارس خارج الاقتصاد، بل أصبح قطاعا اقتصاديا حقيقيا يسهم في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل ويعزز التماسك الاجتماعي ويؤدي دورا مهما في بناء الهوية الوطنية وتعزيز القوى الناعمة للدولة.
للدول. كما يتيح هذا الاقتصاد إعادة الاعتبار للثقافة ووصفها موردا سياديا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، خاصة في الدول التي تعاني من مشاكل القاعدة الإنتاجية أو من آثار النزاعات والحروب. نشأة الاقتصاد البرتغالي تبنى مفهوم الاقتصاد البرتغالي بداية القرن الحادي والعشرين في سياقات تحولات وأوسع سيادات الاقتصاد العالمي، أبرزها الانتقال من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد المعرفي ثم الاقتصاد الرقمي والمنصاتي، وتزامن ذلك مع تصاعد الاهتمام في دول بالصناعات الثقافية والإبداعية ووصفها بحركات جديدة للنمو، لا سيما في ظل تراجع قدرة القطاعات التقليدية على توليد فرص عمل وخاصة للشباب. وظهرت التقارير الدولية أن الاقتصاد البرتغالي يعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث التشغيل، وإنه يتميز بمرونة عالية في التكيف مع التحولات التكنولوجية وقدرة كبيرة على امتصاص الأعمال الشابة والمتعلمة، وكذلك الأعمال غير الرسمية التي يصعب دمجها في القطاعات الصناعية الثقيلة. ويعود هذا النمو المتسارع إلى جملة من المعامل البنيوية، في مقدمتها أن الاقتصاد البرتغالي يعتمد على رأس مال غير مادي يتمثل في الموهبة والمعرفة والمهارات الإبداعية بدلا من الاعتماد على استثمارات صناعية ضخمة أو بناء تحتية معقدة. كما أن التحول الرقمي أتاح لهذا الاقتصاد القدرة على تجاوز الحدود الجغرافية والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل والتجارة الإلكترونية. لهذا السبب أصبح الاقتصاد البرتغالي خيارا جذريا للدول جذابا للدول النامية والاقتصادات الخارجة من الأزمات أو النزاعات، لأنه يتيح مساحة منخفضة الكلفة نسبيا وسريع الأثر وقابل للتوسع التدريجي. كما يوفر هذا الاقتصاد فرصة لإعادة إدماج المجتمعات المتضررة واستعادة الثقة وبناء أشكال جديدة من الإنتاج والدخل دون انتظار اكتمال إعادة بناء البنية التحتية التقليدية. وبذلك فإن تطور الاقتصاد البرتغالي عالميا لا يمكن فهمه فقط بوصفه تطورا قطاعيا، بل بوصفه تحولا في فهم معنى القيمة الاقتصادية ذاتها، حيث تصبح الثقافة والإبداع والهوية عناصر مركزية في عملية التنمية لا هوامش تكميلية لها. طيب، تطور مفهوم الاقتصاد وتحولاته. مثلا الزراعة والصناعة والخدمات دي كانت أساس الاقتصاد الأساسي. المعرفة جات ووجد فيها الرقمنة وفيها الاقتصاد البرتغالي. مر الاقتصاد الإنساني بعدة عوامل مراحل تاريخية كبرى، وقد بدأ باقتصاد زراعي كانت فيه الأرض والعمل اليدي هو المصدر الأساسي للقيمة، ثم انتقل الاقتصاد الصناعي مع الثورة الصناعية أصبح الآلة والإنتاج الكمي مركز النشاط الاقتصادي الآخر، ولاحقا توسع الاقتصاد الخدمي ليشمل التجارة والنقل والسياحة والتعليم والصحة والخدمات المالية. وعن هذا القرن العشرين ظهر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على التعليم والبحث. أنا معلش كررت لكم شريحة كاملة، لكن كانت الخارج قد تكون ساهمت في ترسيخ الفكرة، يعني استعمالي للكمبيوتر ما حق خلق أنا عذرا. طيب حكيناه كده، لكن معلش هنقوم نكرره ثاني. الأثر العالمي ده الخطوة المنطقية. جلوبال امباكت للاقتصاد البرتغالي. على المستوى العالمي يعد الاقتصاد البرتغالي من اسرع القطاعات نموا واكثرها تاثيرا في هيكل الاقتصاد المعاصر. استسهم الصناعات الابداعيه والثقافيه بنحو 3 إلى 4 من الناتج، 3.6 من الناتج المحلي الاجمالي، وبقيمه تقدر تقديريه تتجاوز 2.5 تريليون دولار سنويا، مع توفير اكثر من 50 مليون فرصه عمل حول العالم. ويتميز هذا القطاع بقدرته العاليه على التكيف مع التحول الرقمي باعتماده على راس مال غير مادي يتمثل في المعرفه والابداع والهويه.
ما يجعله محركا فعالا لنمو في الاقتصاديات المتقدمه والناميه على حد سواء، ومجالا رئيسيا لتوليد القيمه المضافه خارج القطاعات التقليديه كثيفه راس المال. وتبرز اهميه هذا الاثر العالمي من خلال تجارب دول اعتمدت بوضوح على الاقتصاد البرتغالي كرافعه تنمويه. ففي نيجيريا اصبحت السينما والموسيقى وصناعه المحتوى الرقمي من اعمده الاقتصاد غير المفصل ومصادر التشغيل الواسع، بينما تمثل الهند نموذجا تاريخيا معاصرا لتحويل السينما والخزف والازياء وفنون الطهي الى قطاع اقتصادي ضخم للتشغيل والتصدير الثقافي. اما مصر فقد شكلت السينما والموسيقى والنشر والاعلام لعقود طويله احد اعمده دخلها الثقافي وقوتها الناعمه الاقليميه. تعزز هذا الدور حديثا عبر المنصات الرقميه، وتؤكد هذه النماذج ان الاقتصاد البرتغالي ليس نشاطا هامشيا بل مسارا تنمويا فعالا للدول ذات الكثافه السكانيه والاصيل الثقافي. استراتيجيا اكتسب الاقتصاد البرتغالي بعدا عالميا اضافيا لكونه يدفع النمو الشامل عبر خلق فرص عمل منخفضه الكلفه، ويعزز الاعتراف الحضري الأوربن ريكوجنيشن من خلال احياء المدن والاحياء التاريخيه وربط الثقافه بالاقتصاد المحلي، كما يسهم في حفظ التراث والهويه الثقافيه بتحويل التراث المادي وغير المادي الى اصول اقتصاديه حيه ومستدامه. ويتقاطع هذا الدور بشكل مباشر مع اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده التي تقوم بها الامم المتحده، لا سيما الاهداف المتعلقه بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي والمدن المستدامه والحد من عدم المساواه والتعليم والابتكار، ما يجعل الاقتصاد البرتغالي اداه سياساتيه عالميه لتحقيق تنميه اكثر شمولا واستدامه. الدكتوره السياساتيه دي انا وقفت فيها وانت بعدين الدكتوره تقول تصححنا. No, my mother tongue. Arabic no, أنا نوبي. كنت بحتال على المتحدث العربية لما كلمة إنجليزي كتير، أنا mother tongue عربي. لا نكمل موقع السينما الهنديه والامريكيه والنيجيريه في الاقتصاد البرتغالي. الاقتصاد البرتغالي هو الاقتصاد القائم على الابداع. طيب السينما الهنديه تمثل السينما الهنديه نموذج للاقتصاد البرتغالي الجماهيري، تعتمد على الانتاج الكثيف، التكاليف المنخفضه نسبيا والهويه الثقافيه المحليه. تخاطب جمهورا واسعا داخل الهند وخارجها وتحقق استدامه اقتصاديه دون سيطره كامله على السوق العالمي. الامريكيه انا بس دي اضافات على يعني السينما الامريكيه. لما نتكلم عن هوليوود في نيجيريا انت انت نسيتوا هوليوود نفسهم، بعدين نسينا السينما الهنديه بوليوود، بعدين حبيت يعني بس اشرحهم لانه شنو اهميته. بقى الاقتصاد البرتغالي في نيجيريا بشكل اكثر من 40% من حجم الاقتصاد الكلي. السينما والحاجات. السينما الامريكيه تمثل السينما الامريكيه النموذج الصناعي المتقدم للاقتصاد البرتغالي، تقوم على الميزانيات الضخمه والسيطره على التوزيع العالمي واستثمار الملكيه الفكريه طويله الامد، وتحقق اعلى قيمه مضافه تاثيرا ثقافيا عالميا. النموذج النيجيري برزت نيجيريا كنموذج حديث بسبب اعتمادها على الانتاج السريع، التكاليف المنخفضه جدا والقصص المحليه. يعتمد النموذج على المرونه والتوزيع الرقمي، ما يجعله مناسبا للاقتصاديات الناشئه. الهند تمثل اقتصاد البرتغال الجماهيري، الولايات المتحده تمثل القمه الصناعيه، ونيجيريا تمثل المستقبل المرن للاقتصاد البرتغالي في الدول الناميه.
طويله جدا نتعامل معها. الاقتصاد البرتغالي هنتكلم عن الاهداف الاستراتيجيه للتنميه المستدامه المتحده. المتحده عندها 17 هدف. اقتصادنا الابداعي بيحقق منهم 7. عشان تعرف الاقتصاد البرتغالي تهدف اهداف التنميه المستدامه المتحده هي هتلقاها هنا، هي موجوده 17 هم. تعد اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده خطه عالميه مشتركه لتحسين الحياه على كوكب الارض بحلول عام 2030، وقد اعتمدتها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحده عام 2015. تقوم فكرتها الاساسيه على ان التنميه يجب ان تحسن حياه الناس دون تدمير الكوكب او ترك اي احد خلف الركب. وتتكون الاهداف من 17 هدفا تغطي التحديات الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه، وتمتد من القضاء على الفقر والجوع الى حمايه النظم البيئيه وبناء مؤسسات قويه. من ابرز هذه الاهداف القضاء على الفقر والجوع، ضمان تلبيه الاحتياجات الاساسيه وتحقيق الامن الغذائي، الصحه الجيده والرفاه، اتاحه الرعايه الصحيه وضمان حياه صحيه للجميع، التعليم الجيد، توفير فرص التعليم شامله ومستمره مدى الحياه، المساواه بين الجنسين، ضمان الحقوق والفرص المساويه لجميع الناس، المياه النظيفه والصرف الصحي، توفير مياه امنه وانظمه الصرف الصحي المناسبه، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، توفير وظائف عادله وبناء اقتصاديات مستدامه، العمل المناخي، خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وتكمن اهميه اهداف التنميه المستدامه في ترابطها بالتقدم في التعليم، يدعم تحسين الصحه والطاقه النظيفه، تعزز العمل المناخي والنمو الاقتصادي، وتتحمل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد وتحملهم مسؤوليه مشتركه في تحقيق هذه الاهداف. تمام. اهداف الاقتصاد البرتغالي اللي هم قلنا عندهم 7 من ال 17. يركز الاقتصاد البرتغالي على ابداع ثقافه الملكيه الفكريه بوصفها محركات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وقد شاع استخدام هذا المصطلح من خلال اعمال بنك التنميه للبلدان الامريكيه التي ابرزت القيمه الاقتصاديه للصناعات الابداعيه. ويشمل الاقتصاد البرتغالي قطاعات مثل الفنون والحرف والتراث الثقافي، الموسيقى والسينما والنشر، التصميم والازياء والعماره، البرمجيات، العاب الفيديو والمحتوى الرقمي، الاعلان والخدمات الابداعيه. تتمثل اهداف رئيسيه في خلق فرص عمل ودخل عبر تحويل المهارات الابداعيه الى مصادر رزق مستدامه، تعزيز الهويه الثقافيه من خلال تقدير التقاليد واللغات والتعبيرات المحليه، تشجيع الابتكار عبر الافكار والتصميم الابداعي والرقمي، دعم الشباب ورواد الاعمال خصوصا في المجالات المعرفيه والابداعيه، حمايه الملكيه الفكريه بضمان استفاده المبدعين من اعمالهم. وعلى عكس الصناعات التقليديه التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعيه، يعتمد الاقتصاد البرتغالي على الافكار والموهبه، ما يجعله مناسبا بشكل خاص للعالم الرقمي. الستة درايفز، الاستراتيجيك درايفز للاقتصاد البرتغالي. العلاقه بين اهداف التنميه المستدامه، يدعم الاقتصاد البرتغالي العديد من اهداف التنميه المستدامه اللي احنا حكيناهم، تستسهم الصناعات الابداعيه في تعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي،
وتحسين جودة التعليم وتقليل أوجه عدم المساواة. كما يمكن للمشروعات الثقافية أن ترفع الوعي بقضايا العمل المناخي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وبذلك توفر أهداف التنمية المستدامة الإطار العام، بينما يقدم الاقتصاد البرتغالي أدوات عملية لتحقيق التنمية المستدامة بطرق مبتكرة وشاملة ذات معنى ثقافي. هي الأهداف 4 5 و8 و11 و13 و15: التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والاقتصاد، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، العمل المناخي، الحياة في البر. 6 أهداف. يطحن عن المجالات الرئيسية للاقتصاد البرتغالي. الكور هي المجالات الرئيسية. يتكون الاقتصاد البرتغالي من مجموعة من القطاعات الإبداعية المتداخلة التي يجمعها اعتمادها على الفكرة والهوية والتجربة بوصفها مصادر أساسية للقيمة والأغراض التحليل والتطبيق العملي. يمكن تصنيف هذه القطاعات ل5 مجموعات رئيسية تتطابق مع منطق العرض البصري وتسهم في تبسيط تصميم السياسات والبرامج التحت. أولاً الفنون. تشمل الفنون الموسيقى والمسرح والسينما والفنون البصرية وفنون الأداء، وهي من أقدم أشكال التعبير الثقافي وأكثرها قابلية للتحول إلى نشاط اقتصادي عبر العروض والتذاكر حقوق الأداء والبث الرقمي والمنصات العالمية. وتمتاز هذه القطاعات بقدرتها العالية على توليد الدخل الرمزي والمادي معا، وعلى تعزيز الهوية الثقافية والقوة الناعمة، خاصة في السياقات الخارجية من النزاعات. ديزاين، التصميم. يضم هذا القطاع التصميم الجرافيكي وتصميم الازياء والهويه البصريه والتصميم الداخلي والتصميم الصناعي الابداعي وعد التصميم حلقه وسط مركزيه بين الثقافه والسوق، اذ يضيف القيمه الجماليه والوظيفيه لمنتجات والخدمات ويعزز قدرتها التنافسيه. وفي الاقتصاد البرتغالي لا ينظر الى التصميم كعنصر تجميلي بل كأداة إنتاج أساسية ترفع القيمة المضافة وتفتح فرصا واسعة لريادة الأعمال الإبداعية. ثالثاً الطعام والتراث الغذائي. يمثل الطعام أحد أكثر قطاعات الاقتصاد البرتغالي اتصالاً بالحياة اليومية وأسرعها في تحقيق الدخل والتشغيل، ويشمل هذا القطاع فنون الطهي والمطابخ التقليدية والمنتجات الغذائية المحلية والوصفات التراثية والبهارات. وعندما يعاد تنظيم هذا المجال عبر التعبئة والعلامات التجارية والمنصات الرقمية تحول من نشاط معيشي محدود إلى قطاع اقتصادي قادر على الوصول إلى الأسواق المحلية وأسواق الشتات والأسواق العالمية. التراث يشمل التراث المادي وغير المادي مثل الحرف التقليدية والعمارة التاريخية والعادات والطقوس والموسيقى الشعبية والحكايات الشعبية. يمكن جوهر هذا القطاع في تحويل التراث من مخزون ثقافي ساكن إلى أصل اقتصادي حي، ومن خلال التوثيق والتصميم وإعادة التقديم وربطه بالسياحة الثقافية والتعليم والمحتوى الرقمي بما يحفظ الهوية ويولد الدخل في آن واحد. التحول الرقمي يشمل هذا القطاع صناعة المحتوى المرئي والمسموع والبودكاست والألعاب الرقمية والتعليم الثقافي الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعد المحتوى الرقمي العمود الفقري للاقتصاد البرتغالي في العصر الرقمي بما يتيح من خلق كلفة الإنتاج وتجاوز الحدود الجغرافية وبناء علاقة مباشرة بين المبدع والجمهور وتوليد نماذج دخل قائم على الاشتراكات والإعلانات والرعاية والتمويل الجماعي. هذه الاشكال انا حقدمها زي ما عرضتها، هي مثلا نتكلم عن الفنون الادائيه فيها الموسيقى والرقص والمسرح والاوبرا. الفنون البصريه فيها الفيجوال ارت، البينتنج والسكلابشر والفوتوغرافي والانستليشن.
literature and publishing، الكتب والمجلات والديجيتال publishing، السينما والوسائط التسويقية البصرية، تلفزيون، سينما، انيميشن، فيديو، برودكشن، الخزف، الكرافتس فور ارت، المصنوعات اليدوية الفلكلورية، ملابس، صناعات يدوية، سيراميكس، تكستايل، سيراميكس. ديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي فيه الاشتراكات والبث، التمويل الجماعي والبيع، الكراود فاندنج والدارك سيل، البيع المباشر، وصول عالمي عبر المنصات، جلوبال ريتش فيا بلاتفورم. التصميم فيه الجرافيك والفاشون والانتيريور ديزاين، التصميم كل انواعه. الاعلان والتسويق، الحملات الاعلانيه، التسويق الرقمي، بناء العلامات التجاريه، الشباب المؤثرين، الانفلونسرز واليوتيوبرز والبودكاسترز والستريمرز، جالسوا مع صدر المؤثرين مع البودكاست والمباشرين واليوتيوبرز. التراث الثقافي والسياحه، مسارح، الميوزيوم، متاحف والمؤسسات الثقافيه والمعارض. السياحه بكل اشكال، الثقافيه والمواقع التراثيه. الاركتكتشر والوربن ديزاين، الهندسه المعماريه والتصميم الحضري. شفتوا المهندسه المعماريه الفاخر الله يرحمها العراقيه زهاء حديد، هذه من يعني عندها الان في العالم من النماذج المبدعه جدا، وعملت يعني ثوره في عالم الاركتكتشر، من اللاندسكيبنج، الديزايننج، كل انواع الهندسه المعماريه، التصميم الحضري. الفشل، الملابس، الجوهرات والكوزماتكس. العطور والبراندنج، ديزايننج، حتى العبوات تحت العناية دي هي فيها قدرة هائلة من الإبداع. فن الطهي وفنون المطبخ وتصميم الأغذية بكل أشكالها. مهارة الطهي، هي المهم الانتلكشوال بروبرتي، الملكية الفكرية والابتكار. تعدد الملكية الفكرية والابتكار محورا أساسيا في الاقتصاد المعاصر. تستشمل الملكية الفكرية براءة الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية، تمثل الأصول غير الملموسة اليوم ما يقارب 80 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية. كم كتاب وكم يعني 80 تريليون، 80,000 بليون دولار من القيمة الاقتصادية على مستوى العالم، ما يعكس التحول العميق في مصادر الثروة. وفي هذا السياق تتطلب الصناعات الإبداعية تطوير نماذج تقييم جديدة لتتجاوز أساليب المحاسبة التقليدية بما يواكب طبيعة هذه الأصول ودورها المتنامي في خلق القيمة. في تقييم الملكية الفكرية، دول عمل كتاب أو ألف قصيدة كيف تتحسب المحاسبة بتاعتنا التقليدية ما تتجاوز. طيب تظهر هذه المجالات الخمسة المتصلة بالتغير ليس قطاعا واحدا معزولا، بل منظومة متكاملة تتقاطع فيها الثقافة مع السوق، والهوية مع التكنولوجيا، والإبداع مع سبل العيش. ويتيح هذا التصنيف أساسا عمليا لتصميم السياسات وبرامج التمويل والتدريب وربط القطاعات الإبداعية بأهداف التعافي المبكر والتشغيل
وبناء القيمة الاقتصادية والرمزية في سياق السياقات الخالية من النزاعات السودانية. نحن حنحكي عن حالات عندنا عدة نماذج. في كولومبيا الرقص وعندهم أنواع من الاحتفالات أساسا كان على خفض الجريمة وخفض العنف. تصل التجارب الإقليمية والدولية نصدر تغني نموذج ثقافيا خاصة بمنطقة بعينها، بل مسارا تنمويا عالميا اعتمدته دول ذات خلفيات اقتصادية وثقافية مختلفة، كل وفق موارده وهويته. ويكشف تحليل هذه التجارب أن القاسم المشترك بينهما يتمثل في تحويل الثقافة والإبداع والتروس من رموز معنوية إلى قطاعات إنتاجية منظمة عبر سياسات عامة وواضحة، وبنية مؤسسية داعمة، وربط فعال بالأسواق المحلية والعالمية. وفي كولومبيا أصبح الرقص الشعبي مثل السالسا والكومبيا جزءا من الاقتصاد الإبداعي من المدارس والمهرجانات والعروض السياحية ساهمت في خلق وظائف. نتكلم عن المغرب مثلا. المغرب قدموا نموذج مثير في تنظيم الحرف والصناعات التراثية وربطها بالاقتصاد الوطني من خلال سياسات دعم الحرفيين وتحسين الجودة وتطوير التصميم والتغليف وربط المنتجات التراثية بالسياحة والأسواق الخارجية. يكشف هذا النموذج التراثي يمكن أن يتحول إلى نشاط اقتصادي معاصر إذ أدرج في سلاسل قيمة حديثة بدل التركيز في نقاط فلكلوري هامشي. تصميم باربي مثلا، عملوا باربي زي ما شايفين الدول لعبة بالأزياء المغربية، بقى هو الباربي البديل للباربي يعني. اثيوبيا عملوا ثورة في الطعام والازياء كركيزة الاقتصاد البرتغالي. الناس دي الان عندهم الانجيرة مغلف معالج بطريقة يسهل بيعه ويسهل تناوله ويسهل استخدامه، والازياء كذلك. يعني عندهم الاشياء الاثيوبية في العالم من ابرز النماذج الافريقية لتحويل التراث الغذائي واللباس التقليدي الى عناصر فاعله في الاقتصاد البرتغالي من خلال الجمع بين الهويه الثقافيه والتنظيم المؤسسي والوصول للاسواق. وقد نجحت اثيوبيا في تقديم مطبخها الوطني بما يحمله من طقوس جماليه ورمزيه ثقافيه وصفه منتجا ثقافيا اقتصاديا متكاملا لا يقتصر على الاستهلاك المحلي، بل يمتد الى المطاعم الاثيوبيه في المهجر والمهرجانات الثقافيه والفعاليات السياحيه، ما جعل الطعام اداه دخل هو ناعم في آن واحد. وفي مجال الازياء والملابس التقليديه استطاعت اثيوبيا اعاده تقديم الزي الاثيوبي القائم على الابقشه القطنيه البيضاء والتطريز اليدوي ضمن تصميمات معاصره تحافظ على الرمزيه الثقافيه وتلبي في الوقت نفسه ضيقه الاسواق الحديثه. وقد ساهم ذلك في نشوء قطاع تصميم محلي مرتبط بالهويه مدعوم بورش حرفيه ومعارض ازياء متزايد بالاسواق الافريقيه والدوليه خاصة عبر الشتات. تكشف التجربة الأثيوبية أن النجاح في الاقتصاد البرتغالي التراثي لا يقوم على تحميل التراث فقط، إنما بل على تنظيم سلاسل القيمة من المنتج الصغير إلى التصميم إلى العرض ثم التسويق والسرد الثقافي المصاحب. كما تبرز أهمية إدماج الطعام واللباس في السردية الوطنية وصفها تعبيرا عن التاريخ والتنوع وليس مجرد سلعة استهلاكية. في مصر شكلت السينما والموسيقى والنشر والاعلام منتصف القرن العشرين قاعده راسخه للاقتصاد الثقافي الاقليمي تعزز حديثا بفعل التحول الرقمي والمنصات البث وصناعه المحتوى، ما اعاد تشكيل نماذج الدخل والعمل الابداعي. وتبرز التجربه المصريه اهميه التراكم التاريخي الثقافي حيث يعاد ربطه بالتكنولوجيا والاسواق الحديثه، ما يسمح بتجديد القيمه الاقتصاديه للثقافه رغم التحديات التنظيميه والتمويليه. نيجيريا والسينما يعني انا كنت بشكل سريع. طيب
اندونيسيا استثمرت اندونيسيا تنوعها الثقافي في الاقمشه والموسيقى والرقص لتطوير صناعات ابداعيه محليه. البحرين تقدم مثالا دالا على ادماج الموارد التراثيه والطبيعيه ضمن الاقتصاد البرتغالي، لا سيما في مجال اللؤلؤ الطبيعي وصناعه الذهب والمجوهرات. ودعيت احياء تراث اللؤلؤ بوصفه عنصرا من الهويه الوطنيه والاقتصاد الثقافي عبر المتاحف والمسارات التراثيه والفعاليات وربطه بالسياحه والتعليم. كما جرى تطوير صناعه الذهب كمجال حرفي ابداعي يجمع بين المهاره التقليديه والتصميم المعاصر، محولا المعدن من ماده خام او نشاط تجاري صلب الى منتج ثقافي ذو قيمه اقتصاديه رمزيه. كمبوديا وتايلاند عندهم الصندق وصنعوا منه حاجات ما معقوله. الفتيل شايفينه ده ب 3000 دولار صغير من خشب الصندق. خلينا من السياحه، هكمل ديت بعدين نجي للسودان. تركيا كنموذج بسيط مهم في توظيف التراث الحرفي والمدينه التاريخيه ضمن الاقتصاد البرتغالي، حيث جرى دمج الحرف التقليديه مثل السجاد والخزف والنحاسيات والمنسوجات وفنون الخط في سلاسل قيمه حديثه، وربطها بالتصميم المعاصر والعلامات التجاريه والاسواق العالميه. كما لعبت المدن التاريخيه مثل اسطنبول وبورصه وغونيه دورا اقتصاديا محوريا عبر السياحه الثقافيه والاسواق التقليديه، الى جانب تصدير الدراما والسينما بوصفها ادوات ناعمه واقتصاد ابداعي. في ايطاليا يشكل الاقتصاد البرتغالي احد اعمده الهويه الاقتصاديه، حيث تحولت الحرف التقليديه والتصميم والازياء والعماره والطهي الى سلاسل قيمه ابداعيه مرتبطه بالمدن التاريخيه والقرى الصغيره، واصبحت الهويه المحليه والعلامات الجغرافيه ادوات تنافسيه في الاسواق العالميه. وتكمل اسبانيا هذا المسار من خلال دمج التراث المعماري والمهرجانات والحرف في الاقتصاد السياحي والثقافي. اما فرنسا فقد لعبت دورة مركزية في حماية التراث المادي وغير المادي وربطه بالصناعات الثقافية الرقمية مثل الموضة وفنون الطهي والمتاحف والحرف، في نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية بين التسمين الاقتصادي والحفاظ على القيمة الثقافية. في دول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك والبرازيل وكولومبيا والبيرو تحول التراث الشعبي الموسيقى والرقص والحرف والطقوس إلى ركيزة أساسية للاقتصاد البرتغالي عبر المهرجانات والسياحة والثقافية والأسواق الحرفية وبرامج الاقتصاد الابداعي الحضري. تظهر هذه التجارب ان الثقافه الشعبيه حين تنظم وتدعم مؤسسيا يمكن ان تصبح مصدرا واسعا للتشغيل والدخل. وشرق اسيا تمثل كوريا الجنوبيه نموذجا للتحول الثقافي لتحويل الثقافه المعاصره مثل الموسيقى والدراما والالعاب الرقميه الى صناعه تصديريه كبرى مدعومه باستثمارات حكوميه وحمايه صارمه للملكيه الفكريه. كما دمجت تصميم الصناعات الثقافيه في استراتيجياتها الاقتصاديه عبر دعم السينما والالعاب والتصميم وربطها بالمنصات الرقميه العملاقه. اما اليابان فتقدم نموذجا متكاملا في تحويل الثقافه والتراث الى قوه اقتصاديه ناعمه، حيث جرى دمج الحرف التقليديه كالخزف والمنسوجات والورق مع التصميم الحديث والتعليم والعلامات التجاريه، الى جانب تصدير المانجا والالعاب الفيديو. عندهم لعبه اسمها الانمي وصفها صناعات ثقافيه عالميه. وفي الهند وجنوب اسيا جرى تحويل الحرف التقليديه كالنسيج والتطريز وصناعه المعادن الى اقتصاد شعبي واسع التشغيل عبر التعاونيات وبرامج التدريب وربط الحرفيين بالاسواق الدوليه. كما تظهر تجارب افريقيه في غانا واثيوبيا والمغرب ان التراث يمكن ان يكون اداه تنميه محليه من القاعده لا نشاطا نخبويا محدود الاثر. السودان عندنا بالنسبه تجارب ملهمه جدا. الناس لو ذكروا تاج التجميل ده من البايونيرز في الاقتصاد البرتغالي في السودان. التاكيد في الثقافه والطباعه والنشر عبد الله الطيب، الطيب صالح مثلا، كل الاسماء اللي نبدا يعني انا اخذت نموذج واحد طيب صالح لكن هم كثيرين سواء فيهم غيرهم في كل المجالات. يعني في السينما محمد جاد الله جبارة،
وهسه على الشباب ظهروا يعني الموجودين، ناس امجد ابو العلا وناس طلال بعفيفي وكل المجموعه، وعملوا افلام هسه بدت تعرض وتنافس في المنافسات العالميه يعني. عندنا برضو العروض الراقصه، تقديم الجماعات الفنيه المتعدده اللي تقدم اعمالها، يعني عبد القادر سالم وعمر احساس ومجموعات من الناس قدموا اعمال فيها في النهايه جزء اساسي جدا من تقديم التراث بالشكل الجميل، يعني الشكل الكامل ده هو دعم للاقتصاد الاقتصاد البرتقالي. هحكي عن التجربه بتاعت اخونا هشام صالح. هشام صالح عبد الرحمن يعقوب رجل اعمال في السودان، هو متعلم تعليم عالي وموجود في السودان، وبدا طبق حاجه مبدعه جدا، زرع فيها مساحات كبيره في كردفان ودارفور، زرع فول سوداني. الفول السوداني من السلع اللي بيصدروها للعالم، لكن هي تعتبر يعني اقل قيمه، لو انها هي قيمه فيها قيم داخلها. الفول السوداني اذا صدرته بالطريقه الخام، احنا عندنا اقتصاد مدمر جدا، اقتصاد ريعي 70 سنه احنا بننتج وبنصدر الخام، ما بنضيف له ما بنعمل اي قيمه اضافيه. هشام عمل حاجه اساسيه جدا، زرع اول حاجه الفول ومش صدروا الخام. كانت في تجربه بتاعت طالب في جامعه الجزيره الظنه، عمل مشروع تخرجه في كيف يحول الفول السوداني لبودره، والبودره تصنع بعد ذلك غذاء للفقر، يعني محتوى كامل من القيمه الغذائيه العاليه جدا، عاليه السعرات، وتقدم شايفين البسكويت والبودره بدل ما الناس ممكن يكون بيست يعملوه يطبخوا به البيست ده، والبسكويت تعمل في شكل البسكويت ده ينقذوا به الناس في مراحل الفقر المرتقع، يعني الناس اللي عندهم سوء تغذيه. فبقى منتجاته دي كلها اول حاجه الجهال، يعني المعروض كله بيشتروه المنتج، بياخذوه مقدما. كل ما ويرد فود بروجرام المنظمات المعنيه بالمجاعه والفقر، فهشام عمل بريك ثرو مهم جدا في تحويل في اضافه قيمه للمنتجات السودانيه. واعتقد دي واحده من النماذج المحترمه جدا. وعمل هسه بيصنع الفول السوداني ده باشكال مختلفه بيصدر للعالم. برضه في تجربه بتاع الطبيب السوداني، انا الحقيقه فشلت في انه اعرف اسمها، لكن التجربه موجوده، فتشتغل الايام اللي فاتت دي تماما. يعني بتجفف الخضروات واللحوم السودانيه في السودان وبصدرها للعالم، ومشت غير الحاجات دي، مشت كمان للاشياء الثانيه، مشت للحقائب من الجلود، مشت للاحذيه، مشت يعني تفاصيل كثيره من السلع السودانيه الخام اللي ممكن تتحول لمنتجات تصدر للعالم بقيمه عاليه جدا. هذه واحده من انواع تحويل الاحذيه فاخره جدا من الجلود السودانيه. الجلود السودانيه بتصدر كان بيطبخوها وبيصدروها خام. طيب فرص يعني للسودان، يعني سهل بدأوا الناس عرضوا شباب يعرضوا حاجات للأزياء. هاي صنعوا جلابيه تشبه او لبسه تشبه حاجه بتاع دوله ثانيه، لكن يعني كنا في الاول انا الناس انا ما اعرف الجلابيه خالص مخلف جدا، يعني ما بعرف ايش كنت مستهجن انه الناس يكونوا يجوا لنا يعني حاجه باكستانيه ولا حاجه
بعدين اكتشفت انه بالعكس المساله دي هي في تطوير وفي ابداع في انتاج زي سوداني صالح لمناخنا السوداني من الخام السوداني، وشباب حابين الالوان. الدور لسه الدور طبعا فيه شغل كثير جدا. الان بقت في اسواق للمراه السودانيه متقدمه جدا في الابداع. هتكلم عن الحاجه، هتكلم عن علاقه الاقتصاد البرتغالي بالنظام المصري. معلش نسيت ما كان مفتي، فلازم نحكي لكم نوريكم نحن دورنا شنو الحكايه. قد يبدو الوهله الاولى ان الاقتصاد البرتغالي قائم على الفنون والثقافه والابداع بعيد عن عالم المصارف والتمويل. غير ان الواقع العملي يبين ان تحول الابداع الى نشاط اقتصادي منظم لا يمكن ان يتم دون بنيه ماليه ومصرفيه داعمه تجعل من الممكن تحويل الفكره الى مشروع والمشروع الى دخل مستدام. فالمشاريع الابداعيه بطبيعتها تختلف عن الانشطه الاقتصاديه التقليديه، تعتمد على كثير من الاحيان على اصول غير ماديه مثل حب الملكيه الفكريه والسمعه والعلامه الشخصيه بدلا من الضمانات العينيه المعتاده. وهذا ما يجعل دور القطاع الاقتصادي المصرفي حاسما في تطوير ادوات ماليه مرنه قادره على استيعاب خصوصيه هذا النوع من الاقتصاد. تتمثل ابرز مجالات التلاقي بين الاقتصاد البرتغالي والقطاع المصرفي في الخدمات الماليه الرقميه، في مقدمتها ادوات الدفع والاستلام الالكتروني والمحافظ الرقميه وبوابات التحصيل والمبيعات للمنتجات الثقافيه والتذاكر والاشتراكات والمتاجر الالكترونيه. هذه الادوات لا تسهل فقط العمليات الماليه بل تعد شرطا اساسيا لانخراط المبدعين في الاقتصاد الرسمي وتنظيم تدفق عوائدهم وفصل الحسابات الشخصيه عن حسابات المشاريع. الى جانب ذلك يطلع القطاع المصرفي بدور متزايد في تمويل المشاريع الابداعيه، سواء عبر التمويل الصغير او تمويل رواد الاعمال الناشئين او تمويل المعدات والانتاج والشراكات مع منصات رقميه، كما تشمل الخدمات المصرفيه ذات الصله، اداره الدخل والادخار والتامين وحمايه الحقوق الماليه، مما يعزز الاستقرار المهني للمبدعين والعاملين في هذا المجال. وفي السياق السوداني تكتسب هذه العلاقه اهميه خاصه نظرا لاتساع نطاق العمل الحر وضعف القنوات التمويليه التقليديه وتاثير الحرب على البنيه الاقتصاديه، فاتاحه خدمات مصرفيه رقميه مبسطه ومنخفضه الكلفه يمكن ان تسهم في دعم قطاع واسع من المبدعين والحرفيين وصناع المحتوى في الدوره الاقتصاديه حتى في ظل ظروف النزوح او العمل عن بعد. وبذلك لا ينظر الى الاقتصاد المصرفي القطاع المصرفي بوصفه ممولا محايدا فحسب، بل كشريك تنموي في بناء الاقتصاد البرتغالي من خلال تطوير منتجات ماليه ملائمه ودعم التحول الرقمي وربط الابداع بالاقتصاد الرسمي على نحو يضمن الاستدامه والشفافيه. الاقتصاد البرتغالي واعاده الاعمال في السودان. إعادة الحرب التي اندلعت في السودان عام 23 طرح سؤال إعادة الإعمار بوصفه سؤالا يتجاوز ترميم البنية التحتية المادية إلى إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معا. وقد تعرضت القطاعات الإنتاجية التقليدية مثل الزراعة والصناعة والخدمات لدمار شامل واسع في ظل انهيار المؤسسات وتعطل سلاسل الإنتاج وتراجع القدرة الاستثمارية للدولة والقطاع الخاص على حد سواء. وفي هذا السياق يبرز الاقتصاد البرتغالي كأحد المداخل العملية والمرنة لإعادة الإعمار والتنمية. تكمن أهمية الاقتصاد البرتغالي في كونه لا يعتمد على بنية صناعية ثقيلة واستثمارات رأسمالية ضخمة في مراحله الأولى، بل يستند إلى مورد متاح نسبيا حتى في أوقات الأزمات، وهو الإبداع البشري والهوية الثقافية. فالفنون والحرف والمحتوى الثقافي والتصميم والإنتاج الرقمي يمكن أن تستمر وتزدهر حتى في بيئات النزوح واللجوء والشتات إذا توفرت لها أدوات الاتصال والدفع والدعم المؤسسي المناسب. كما يقدم الاقتصاد البرتغالي بعدا مهما لإعادة الإعمار
يتمثل في إعادة البناء الرمزي والاجتماعي. الثقافة والفنون لا تسهم فقط في خلق الدخل وفرص العمل، بل تلعب دورا أساسيا في ترميم الذاكرة الجماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستعادة الشعور بالانتماء بعد سنوات من العنف والتفكك. ومن ثم يصبح الاستثمار في الإبداع استثمارا استقرارا اجتماعي لا مجرد نشاط اقتصادي. وفي الحالة السودانية تتقاطع إمكانات الاقتصاد البرتغالي مع واقع ديموغرافي وثقافي غني يتمثل في تنوع ثقافي ولغوي واسع وتراث فني وحرف متجذر وطاقات شبابية كبيرة داخل البلاد وفي الشتات. ويمكن هذه العناصر إذا جرى تنظيمها ودعمها أن تتحول إلى منتجات وخدمات ثقافية قادرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية والمساهمة في إدخال العملة الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي. وعليه لا ينبغي النظر إلى الاقتصاد البرتغالي بوصفه بديلا كاملا للاقتصاد التقليدي في مرحلة إعادة الإعمار، بل بوصفه رافعة مكملة قادرة على التحرك بسرعة وخلق فرص تشغيل مرنة والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين المجتمع والاقتصاد، ومن خلال إدماجه ضمن استراتيجية التعافي المبكر. ويمكن الاقتصاد البرتغالي أن يشكل أحد المسارات الواقعة لإعادة إعمار السودان ماديا ورمزيا في آن واحد. أثر الحرب ومسألة التكيف الرقمي. أثرت الحرب في السودان بالغا في البنية الثقافية والإبداعية، حيث تعطلت المدارس والمعاهد الفنية وتضررت المسارح ودور السينما والاستديوهات، وانقطعت سلاسل الإنتاج والتوزيع الثقافة التقليدية، كما أدت موجات النزوح والهجرة إلى تفريغ الساحة المحلية من عدد كبير من المبدعين، وتراجع الطلب الداخلي نتيجة لانهيار القدرة الشرائية واتساع بعد الفقر. لأن هذا الانهيار لم يؤدي إلى توقف الإبداع بقدر ما دفعه إلى إعادة تشكيل عبر مسارات رقمية بديلة. فقد برزت خلال الحرب أشكال جديدة من الإنتاج الثقافي عن بعد، شملت الموسيقى المنتجة رقميا والمحتوى البصري الذي يوثق التجربة اليومية للحرب والنزوح، ومبادرات التعليم الفني عبر الإنترنت، إضافة إلى أسواق إلكترونية للحرف والصناعات التراثية. ويعكس هذا التحول قدرة الاقتصاد البرتغالي على التكيف مع البنيات الهشة واستمراري في غياب البنية المادية التقليدية. وساهم الفضاء الرقمي في تجاوز القيود الجغرافية والأمنية وربط المبدعين داخل السودان بجمهور أوسع من الشتات والأسواق الخارجية، ما أتاح فرصا محدودة ولكن واعدة لتوليد الدخل والحفاظ على استمرارية النشاط الإبداعي. كما مكن هذا التكيف الرقمي من خفض كلفة الإنتاج وإتاحة أدوات بسيطة للنشر والتسويق بما يتناسب مع ظروف الحرب وشح الموارد. التعافي المبكر، الكسب السريع والتشافي. وش التشافي دي حاجة قاعدة خلاص. طيب من منظور السياسات العامة تكتسب مسارات التكيف الرقمي في الاقتصاد البرتغالي أهمية خاصة في مرحلة التعافي المبكر بما تتيح من فرص من كسب سريع عبر أنشطة إبداعية منخفضة الكلفة وسريعة الأثر، مقارنة بأدوات بناء القطاعات الصناعية الثقيلة. وتتميز هذه الفرادات بقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي سريع عبر مشروعات إبداعية صغيرة قابلة للتوسع، وتوفير فرص تشغيل رمزية مرنة للشباب والنساء والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. العمل على بيئات هشة تشمل مناطق النزوح والشتات دون اشتراط بنية تحتية تقليدية مكملة. وعليه يمكن توظيف الاقتصاد البرتغالي الرقمي كأداة سياساتية عملية في مرحلة ما بعد الحرب، من خلال دعم المنصات الرقمية وتسهيل أدوات الدفع الإلكتروني وبرامج التدريب السريع والتنفيذ الصغير، ما يجعله أحد المداخل الواقعية لربط التعافي الاقتصادي بالتشغيل والاستقرار الاجتماعي في السودان. من منظور السياسات العامة تكتسب مسارات التكيف الرقمي في الاقتصاد البرتغالي أهمية خاصة في مرحلة التعافي. هي سريعة الأثر وأنه التحديات البنيوية والمؤسسية على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد البرتغالي في السياسة السودان، إلا أن الظهور يواجه مجموعة من التحديات البنيوية والمؤسسية التي تحيد من قدرتها على التحول إلى قطاع اقتصادي منظم ومستدام. تتمثل هذه التحديات أولا في غياب سياسات عامة واضحة للصناعات الثقيلة الثقافية والإبداعية، سواء من حيث التعريف أو الأولويات أو الأدوار المؤسسية، ما يجعل هذا القطاع موزعا بين وزارات وهيئات متعددة تنسيق فعال دون تنسيق فعال. وتأتي هذه التحديات على وثاني هذه التحديات هو ضعف منظومة التمويل، إذ لا تزال الأدوات المالية التقليدية غير ملائمة لطبيعة المشاريع الإبداعية التي تعتمد على أصول غير مادية مثل حقوق الملكية والفكرية والسمعة
كما تمثل هشاشة البنية التحتية تحديا إضافيا لا سيما في مجالات الكهرباء والاتصال بالإنترنت ومساحات الإنتاج والعرض، وما ينعكس سلبا على استمرارية الأنشطة الإبداعية خصوصا خارج المراكز الحضرية الكبرى. ويضاف إلى ذلك ضعف الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة حماية الملكية الفكرية، وما يقلل من حوافز الاستثمار في الإنتاج الثقافي وتعرض المبدعين لخسارة عوائد أعمالهم. وتبرز كذلك هيمنة الاقتصاد غير الرسمي بوصفها عائقا بنيويا، حيث يعمل عدد كبير من المبدعين الحرفيين خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي للدولة مثلا، ما يحيد من قدرتهم على الوصول إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق الرسمية، ويضعف قدرة الدولة على تصميم سياسات فعالة لهذا القطاع. طيب في مقترحات لتدخل الحكومة أو شبه الحكومة. في ضوء هذه التحديات يمكن طرح حزمة من التدخلات العملية القابلة للتنفيذ في المدى القصير والمتوسط، من بينها إقرار إطار سياساتي وطني للاقتصاد البرتقالي عبر إعداد استراتيجية مختصرة للصناعات الثقافية. ده مساعدة المبدعين. نحن بنساعدكم، لكن انتم تجمعوا لنا عبر إعداد استراتيجية مختصرة للصناعات الثقافية والإبداعية تحدد التعريفات والأهداف والأدوار المؤسسية وتدعم وتدمج ضمن خطط التعافي وإعادة الأموال. إنشاء وحدة أو برنامج وطني للاقتصاد الإبداعي داخل وزارة الثقافة أو التنسيق مع وزارة المالية والاتصالات، وتكون من مدها التنسيق وجمع البيانات وتصميم البرامج الداعمة والعمل كنقطة اتصال واحدة للمبدعين. 3. إطلاق برامج تمويل منخفضة الكلفة بالشراكة مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والمنظمات الدولية تستهدف المشاريع الإبداعية الصغيرة وتعتمد على آليات مرنة لا تشترط ضمانات تقليدية. الآن الناس مهتمين جدا بتمويل القطاعات الضعيفة في السودان. يعني أنا عندي علاقة بكثير من المنظمات الآن بتبحث مداخل السودان عشان تقدم يعني تمويل مباشر للجمعيات التعاونية مثلا. يعني مجموعات الشباب الحاليين الآن هم عرضة لمزاد كثيرة منها حتى التجنيد والحرب والمخدرات وكل الأشياء. طيب تعزيز البنية الرقمية كأولوية تعافي مبكر من خلال دعم الوصول إلى الإنترنت ومنصات الدفع الرقمي ومساحة العمل المشتركة الرقمية باعتبارها بنية أساسية للاقتصاد البرتقالي في مرحلة ما بعد الحرب. تبسيط إجراءات التسجيل والحماية القانونية عبر نماذج تسجيل مبسطة للمشاريع الإبداعية وتفعيل قوانين الملكية الفكرية وتقديم خدمات قانونية استشارية منخفضة الكلفة للمبدعين. الشراكة مع منظمة المجتمع المدني والشتات لتوفير التدريب والتسويق وربط المنتجات الإبداعية بالأسواق الإقليمية والدولية والاستفادة من شبكات السودانيين في الخارج كقنوات دعم وترويج. تمثل هذه التدخلات مدخلا واقعيا لمعالجة الاختناقات البنيوية التي تواجه الاقتصاد البرتغالي وتحويله من نشاط متناسق إلى قطاع منظم يمكن إدماجه تدريجيا في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الدولة. مجالات التدخل الواقعية في السودان في ضوء التجارب الإقليمية النظر إلى الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للسودان في مرحلة ما بعد الحرب يمكن تحديد مجموعة من التدخلات الواقعية. مثلا انتظار إعادة البنية التحتية التقليدية، وتمتاز هذه المجالات بأنها منخفضة الكلفة سريعة الأثر وقابلة للتنفيذ في البيئات الهشة بما في ذلك مناطق النزوع. مثلا الحرف التراثية والصناعات اليدوية. يمتلك السودان رصيدا غنيا من الحرف التقليدية وصياغة الذهب والفضة والجلود والنسيج والفخار والخشب والسلال، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالهوية المحلية في الأقاليم المختلفة، ويمكن تحويل هذا الرصيد إلى قطاعات اقتصادية فاعلة. تنظيم الحرفيين في تعاونيات او جمعيات انتاج، تحسين الجوده والتصميم بالاستفاده من خبرات محليه ودوليه، تطوير التغليف والعلامات التجاريه، ربط المنتجات بالاسواق الاقليميه والعالميه خصوصا عبر شهادات السودان. يمثل هذا المسار فرصه لتشغيل واسع منخفض الكلفه خاصه للنساء والشباب في بيئات النزوع والمناطق الطرفيه. الذهب والتراث المعدني وصفه منتجا ثقافيا لجانب كونه موردا خاما يمكن اعاده تعريف الذهب في السودان ضمن الاقتصاد البرتغالي على غرار التجارب البحرين والهند، وصفه منتجا ثقافيا حرفيا يشمل ذلك دعم ورشة الصناعات، الصياغة التقليدية والتصميم المعاصر، تطوير مجوهرات تحمل رموزا ثقافية سودانية، ربط هذا القطاع بالسياحة الثقافية مستقبلا، الحد من تهريب الذهب عبر الخط، قيمة مضافة محلية. يعني الذهب ده قصة طويلة جدا في السودان. ده يعني الذهب
الفاقد السنوي من الذهب ما من 7 ل 9 مليار دولار المره. ده ممكن لو عملوا الناس حاجات اساسيه بسيطه جدا، يعني السياق ده تنظمهم. الدوله بتستعمل حاجات اساسيه، تعمل البورصه، تغري الناس انه ده ما يسقط، ما يهربوا، ما يستغلوا، ويمكن تستعمل ممكن بعدها منتجات تدير او تدويرها، يعني ممكن شهادات مدعومه من الذهب، ممكن سبائك، ممكن منتجات. الموسيقى والفنون الشعبيه تتمتع الموسيقى السودانيه باشكالها المتعدده بخصوصيه ثقافيه عاليه وقدره على الوصول الاقليمي والدولي. يمكن دعم هذا المجال عبر تشجيع الانتاج الرقمي ومنخفض الكلفه، حمايه حقوق الاداء والملكيه، دعم الحفلات الرقميه والعروض المدفوعه، ربط الموسيقى بالمنصات العالميه والشتات باسم هذا المسار في بناء دخل فردي سريع وتعزيز القوه الناعمه الثقافيه السودان. اخر حاجه انا حتكلم عن الاطعمه والتراث الغذائي. مثل التراث الغذائي السودان اهم مكونات التراث غير المادي واكثرها اتصالا بالحياه اليوميه يمكن ادماجه ضمن الاقتصاد البرتغالي عبر توثيق الوصفات التقليديه وحمايتها بوصفه دراسه ثقافيه، تطوير منتجات غذائيه محليه قابله للتعبئه، دعم المطابخ المنزليه والمشاريع الصغيره الخاصه بالنساء، ربط التعاون بالفعاليات الثقافيه والاسواق التراثيه، استخدام المنصات الرقميه وخدمات التوصيل للوصول للاسواق والشتات. دائما نقول في النهايه شكرا. سمعتوا القصه الطويله دي عن الاقتصاد